يا صباح السعادة، يا صباح التفاؤل، يا صباح كل حاجة حلوة. كل جمعة وانتم طيبين. طبعا النهاردة الجمعة فصحينا بدري عشان نعمل فطار كده سريع. ومناسبة الشهر الفضيل، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير إن شاء الله. هنعمل مع بعض النهاردة المسقعة، وهنعمل بطاطس محمرة، وهنعمل بابا الغنوج. حاجة كده حلوة سريعة. تعالوا مع بعض نشوف مقاديرنا ايه. معانا برنجان مغسول كويس جدا ومتصفي من المية، والفلفل مغسولة ومتنضفة من المية، بطاطس مقطعينها، معانا طماطم متقطعة صغيرة، معانا زبدية، معانا طحينة، معانا ليمون، ومعانا خل. البرنجان غسلينه حلو قوي ومنضفينه. اول حاجة ان شاء الله هنعملها مع بعض ان احنا هنحضر البرنجان بتاعنا بالشكل الجميل ده كده عشان نشويه على النار. شايفين؟ انا هعمل 2 مسقعة وهعمل 2 بابا غنوج. اول حاجة البرنجان بتاعي كده جبت صينية وهبدأ اقطعه. هشيل اول حاجة الطرف كده والطرف التاني بالشكل ده كده، وهبدأ اقطعها من النص كده بالطول بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، وهبدأ اقطعها كرنشات زي ما احنا شايفين مع بعض كده. سهلة بسيطة ما فيهاش اي حاجة خالص، ونعمل فطار سريع وحلو نفرح بيه اولادنا يوم الجمعة. حاجة سخنة كده وياكلوها بألف هنا وشفا على قلبهم بالشكل الجميل ده كده. هنبدأ نقطع البرنجان متساوي. شايفين؟ حلوة قوي ما شاء الله. هنقطع الجزء التاني برضو بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده كده بالشكل الجميل ده كده. هنبدأ نقطعه قرنشات برضو، هنحطه على جنب. شايفين البرنجانة حلوة قوي اهو. هنحطه على جنب كده، وهنبدأ نحط البرنجانة من تحت ونقطعها في النص كده زي ما احنا شايفين مع بعض، وهنبدأ برضو نقطعها كرنشات بالشكل ده كده طبعا. وما ننساش البرنجان بتاعنا اللي بيتشوي على النار، طبعا نبص عليه ونقلبه الناحية التانية. شايفين؟ هنشوف مع بعض دلوقتي كل حاجة. هنقطع البرنجان بتاعنا كده بالشكل ده كده. شايفين؟ بالشكل الجميل ده. طبعا هنجيب المصفى بتاعتنا، الفلفل بتاعنا غسلينه ومنضفينه اهو. البرنجان بتاعنا اهو بيتشوي على النار. طبعا هنبدأ نقلبه الناحية التانية عشان نتأكد ان هو اخد السوا من جميع النواحي. وهنجيب سكينة وهنقعد نخزغز فيه كده عشان يستوي من كل ناحية وبشكل اسرع، ما ياخدش معانا وقت كتير على النار. شايفين؟ بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده كده بالشكل ده كده. طبعا ولما يتشوي من حتة نحطه من الناحية التانية. هنجيب المصفى بتاعتنا، هنبدأ نحط البرنجان فيها عشان البرنجان ما يشربش معانا من الزيت خالص. هنعمل زي ما انا هعمل دلوقتي بالشكل ده كده. اول حاجة هحط ملح على البرنجان واقلبه مع بعض. هحط صينية الاول تحت بالشكل ده كده، وابدأ اقلب مع بعضه. وبرضو هحط الفلفلة بتاعتنا وعليها شوية من الملح، وهنسيبهم بتاع ربع ساعة كده مع بعض عشان ما يشربش زيت معانا خالص بالشكل الجميل ده كده. وهدعكهم مع بعض اهو. خلاص دعكتهم مع بعض وحطيتهم على جنب اهو في الصينية زي ما احنا شايفين اهو البرنجان والفلفل. تعالوا مع بعض نشوف البرنجان بتاعنا اللي بيتشوي. شايفين الجمال؟ بدأت اهو تاخد السوا وتستوي معايا
هقعد اقلبها يمين وشمال لحد ما اتاكد ان كله اتشوى. طبعا في ناس بتشويه في الفرن، بس انا بحب اشويه على نوعين البوتاجاز، بيبقى احسن وافضل. وعشان البوتاجاز بتاعنا ما يتوسخش بفضل ان انا احط الشياطه بتاعتي بالشكل ده كده. طبعا محضرين الطاسه بتاعتنا وحاطين فيها زيت عشان نحمر البتنجان بتاعنا بالشكل ده كده. بجد ريحته وهمية يا جماعة، ريحته حلوة قوي. هنبدأ نقلب البرنجان وما ننساهوش، يعني طول ما احنا واقفين نقلب فيه. هنبدأ نجيب البرنجان بتاعنا وننزله في الزيت عشان يتحمر بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. هننزل بيه بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. هنبدأ نرص البرنجان بتاعنا في الطاسة كلها. فطار سهل بسيط وسريع، مفهوش اي حاجة، يعني يا دوبك هياخد مننا وقت قليل ان شاء الله بالشكل الجميل ده كده. طبعا المسقعة من الحاجات الحلوة قوي والمفيدة، فيها كالسيوم وفيتامين كتير قوي، بالذات البرنجان. برضو لو بيتاكل ني بيبقى برضو فيه فيتامينات وكالسيوم اكتر ما يتقلى يعني. وممكن برضو نشويه في الفرن بدون زيت. البرنجان بتاعنا اهو بدأنا نحمره. طبعا عنا مش ما تروحش من عليه، هنسويه كده، ولما ياخد اللون الذهبي الحلو هنقلبه الناحية التانية. طبعا وعنا برضو على البرنجان بتاعنا بابا غنوج، شايفين انا بغزغز السكينة فيه كده اهوت عشان يتشوى معايا، واتأكد ان هو اخد سوا من جميع النواحي زي ما احنا شايفين مع بعض كده اهوت. انا شايفين بحط السكينة من جوه ازاي مستوي خالص، دي استوت معايا خالص. فهبدأ انقلها. فخلاص طلعت البرنجانية ودي لسه معايا شوية، ونقلت البتنجان بتاعي على العين الكبيرة اهوت بدأ ياخد اللون الذهبي. هبدأ اقلب الناحية التانية عشان كله ياخد نفس اللون معايا. تمام بالشكل ده كده اهو. طبعا عنا ما تروحش من على البتنجان عشان ما يتحرقش معانا بالشكل ده كده اهو. هنفضل نقلب على الوش التاني عشان كله ياخد اللون الذهبي بالشكل ده كده. بالشكل الجميل ده كده هنبدأ نقلبه بالشكل ده كده. طبعا وعنا برضو على البرنجانة ما تروحش مننا اهو. بدأت خلاص تخلص معايا خالص. طبعا انا عايزه اوقفها وهي مش عايزه تقف بالشكل ده كده. طبعا ومحمره البرنجان بتاعنا اهو. هحضر صينيه فيها مناديل المطبخ عشان اطلع البتنجان على المناديل عشان يصفي اي زيت فيه بالشكل ده كده. شايفين بدأ ياخد اللون الذهبي اهو. اقلب على الناحيه التانية بالشكل ده كده. نقلب كده اهو كله بالشكل ده كده. كله اخد اللون الذهبي اهو. وبنقلب الناحية التانية عشان ياخد برضو نفس اللون. هنبدأ نطلع على مناديل المطبخ عشان نصفي من اي زيت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم.
هطلعه وارجع لكم عشان وقت الفيديو. طلعت البرنجان بتاعي اهو بالشكل الجميل ده. طبعا البرنجان اللي بيتشوى معايا اهو، واحدة خلصت والتانية لسه على النار. خلاص خلصت اهي. هحطها في صينية تبرد تماما. هبدأ انزل بالبرنجان بتاعي واحدة واحدة، باقي البرنجان عشان ياخد نفس اللون معايا. نزلت بالكمية كلها اهو، وهبدأ اقلبه بالشكل الجميل ده. واستنى لحد ما ياخد اللون الذهبي، وارجع اقلب الوش التاني عشان ياخد نفس اللون. شايفين؟ ومشربش معايا زيت خالص. كل دوت عشان حطينا شوية الملح ودعكناهم في بعض وسبناهم بتاع ربع ساعة، وبدأنا نحمره في الزيت، فمشربش زيت معانا خالص. وكمية الزيت اللي احنا حاطينها نفس هي كمية الزيت، ما نقصتش حاجة الا حاجة قليلة خالص. بالشكل الجميل ده كده. ابدأ اقلب عشان كله ياخد نفس اللون الذهبي. طبعا هحط دولت في بولة. طبعا والبرنجان بتاعنا بيتحمر عادي جدا. حطيته في البولة اهو. هبدأ اطلع كمية البرنجان بتاعتي الباقية على ما ننزل المطبخ برضو عشان تنزل اي زيت فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده هبدأ اطلع البرنجان بتاعي كله وارجع لكم عشان وقت الفيديو. ورجعت لكم. هنبدأ ننزل بالفلافلة بتاعتنا واحدة واحدة كده. واول ما تاخد اللون من تحت هقلبها على الناحية التانية. بجد يا جماعة الموضوع سهل بسيط مفهوش اي حاجة. طول ما انت واقفة في المطبخ استعيني بالله، هتلاقي ربنا بيعينك ومعاكي. وطول ما احنا واقفين في المطبخ وبنعمل حاجة، نشطب المواعين بتاعتنا عشان ما نكرهش المطبخ. طول ما انت واقفة يعني بتحمري حاجة، تروحي تخلصي المواعين قبل ما اللي على النار يستوي كده مثلا، عشان ما نكرهش المطبخ. بجد هو يعني هو حاجة مش صعبة خالص. هنبدأ نقلب الفلافلة بتاعتنا بالشكل ده كده. شايفين بدأ اللي ياخد اللون ازاي؟ حضرت مناديل المطبخ بتاعتي طبعا عشان تطلع عليه. طبعا هو كده لسه مخلص. هنبدأ نقعد نقلب كده من كل النواحي لحد ما كله ياخد نفس اللون بالشكل ده كده. شايفين معايا؟ بدأ اهو يدبل خالص. هبدأ اصفيه خالص واطلعه على المناديل المطبخ ينزل كل الزيت اللي فيه. زي ما انتوا شايفين كده انا بحاول اصفيه خالص، واخد اللون بتاعي اهو. وبقى شكله حلو قوي، والريحة يا جماعة بجد رهيبة. شايفين الجمال؟ بالشكل ده كده. شايفين اهو اتصفى خالص. جبت طاسة تانية وهعمل فيها طشة المسقعة. طبعا حطينا معلقتين من الزيت، وولعت عليهم النار علشان تسخن الزيت، عشان انزل بمعلقة التوم بتاعتي. زي ما هنشوف مع بعض كده. بجيب التوم والزيت بيسخن. طبعا لازم الزيت يبقى سخن عشان لما التوم ينزل يا دوبك بس ياخد اللون الذهبي،
زي ما هنشوف مع بعض كده اهو. معلقة حلوة كده من الثوم، يدوبك تاخد معايا اللون الذهبي، مش عايزاها تغمق خالص، انا يدوبك بس تاخد معايا اللون زي ما هنشوف مع بعض كده اهوت. شايفين اللون الذهبي اهو. هبدأ اجيب الطماطم بتاعتي متقطعة مكعبات صغيرة اهوت، يا دوبك بس تاخد اللون مش اكتر من كده. هنزل بالطماطم بتاعتي متقطعة مكعبات صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبهم مع بعض تقليبة كده، الثوم ياخد من الطماطم. بالشكل ده كده. عندي طبعا معلقة من الخل، عندي ملح فلفل كمون. اول حاجة هنزل بيها الملح، طبعا الملح حسب رغبتك انتي. هنزل بالفلفل الاسود مش كتير. هنزل بشوية من الكمون. هنزل بمعلقة كبيرة من الخل زي ما هنشوف مع بعض كده، وهقلبهم كويس جدا مع بعض، يدوبك بس ياخدوا تشويحة. الريحة بجد فظيعة يا جماعة. بالشكل ده كده اهيت، خلاص جهزت معايا بالشكل القمر ده كده. تعالوا نحط الفلفل بتاعنا ونحضر المسقعة. شايفين يا جماعة الريحة فظيعة، شايفين الجمال. البتنجان بتاعي اهو، هنزل بمعلقة على البتنجان بالشكل ده كده. طبعا والفلفلة بتاعتنا هنرصها فوق البتنجان بس عشان كله ياخد من الطشة المسقعة بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهوت هبدأ احط الطشة بتاعتي على الفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. طبعا المسقعة كده خلاص جهزت معايا. هحمر البطاطس بتاعتي في الزيت بالشكل ده كده. تعالوا نعمل مع بعض البابا غنوج. سلطة البابا غنوج حاجة من الحاجات المفيدة جدا. هبدأ اشيل الراس اللي فوق. طبعا انا سبته لحد ما يبرد خالص علشان اعرف اقشره. انا بفضل جدا ان انا اسيبه يبرد خالص، ما احطوش تحت المية خالص، عشان لما احطه تحت المية الفوائد بتاعته هتروح، ريحة الشوي بتاعته اللي احنا شوينها طبعا هتروح. الافضل ان احنا نسيبه يبرد تماما عشان نعرف نقشره بالشكل الجميل ده. شكل سهل وسريع ومش هياخد معاكي وقت خالص. بالشكل ده كده هنبدأ نقشره. هي الحتة ديت اهوت بالشكل ده كده. بالشكل ده كده شايفين بيتقشر معايا سهل خالص علشان هو بارد معايا تماما بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب اشيل الحته اللي من تحت ديت اهوت. بقى معايا جاهز خلاص، هبدا اقشر التانية. شايفين ما شاء الله بيتقشر بسهوله جدا.
عشان احنا سايبينه يبرد تماما. طبعا سلطة البابا غنوج مفيدة جدا برضو لأولادنا، فيها فيتامين وفيها حاجات حلوة قوي وكالسيوم طبعا. بالشكل الجميل ده كده اهو. اتقشرت معايا خلاص اهي. طبعا هغسل ايدي وارجع لكم اهو. تتقشر معايا وبقى بالشكل الجميل ده. هبدأ انزل بسم الله بالطحينة بتاعتي. مش هنزل بيها كلها، يا دوبك معلقتين كبار كده زي ما احنا شايفين مع بعض. برضو عليهم معلقتين من الزبادي، مش علبة الزبادي كلها. طبعا هننزل بالبهارات بتاعتنا، معلقة كبيرة من الخل، هننزل بالملح طبعا حسب رغبتنا، هننزل بالفلفل الاسود، وهننزل بالكمون، ومعانا نص ليمونة بالشكل الجميل ده كده. بصراحة ريحة المسقعة قلب المطبخ، الريحة حلوة قوي بالشكل الجميل ده كده. الفلفل الاسود بتاعنا، عصرة الليمونة، وهنبدأ نهرسهم مع بعض بالهراسة بالشكل ده كده. اهو كده بالشكل ده كده نهرسهم جامد اهو بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ممكن نحط بقدونس، ههرسهم وارجع لكم عشان وقت الفيديو. طبعا بعد ما جهزوا معانا سلطة البابا غنوج بجد يا جماعة وهمية، والبطاطس المحمرة والمسقعة بتاعتنا. طبعا ممكن نقدمهم برضو مع شوية من الفول وطعمية. فطار حلو وسخن كل جمعة وانتم طيبين. طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. دمتم سالمين أحبتي في الله. كان معكم نيرة سليم في سنة أولى طبخ.